السلام عليكم. وانتهت الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم. منتخبات كتير أبهرتنا من أول نظرة وحسستني وحسستك إنها جاية تقبض على الكاس، والكلام ده طبعا ينطبق على فرنسا والارجنتين والمانيا وانجلترا. في منتخبات لسه ما كشرتش عن انيابها ولسه ما بينتش قيمتها اللي الناس كلها مستنياها، زي اسبانيا والبرازيل وبلجيكا. اي نعم، اسبانيا ما بداتش بالتشكيله المثاليه بالنسبه لها، وكان عندهم اسماء تقيله على الدكه ما بداتش الماتش زي لامين يامال وويليامز، ولكن يبقى المنتخب الاسباني هو المنتخب الاسباني بالمدرسه المعروفه بتاعه التيكي تاكا بتاعته، بالاسماء العالميه والامكانيات، وخصوصا لما يكون المنافس بتاعك هو الراس الاخضر اول مره يشارك في كاس العالم. على العكس المنتخب البرازيلي اللي كان خصمه المنتخب المغربي الشقيق القوي. منتخب المغرب وكلنا عارفين هو رابع العالم، منتخب المغرب اللي بيضم سكواد ممتاز وجبار، ولكن تبقى البرازيل يا جماعه هي المتربعه على عرش الكره العالميه بالتاريخ والعراقه والامكانيات. يمكن دي مش احسن نسخه للبرازيل، يمكن ده مش احسن سكواد للبرازيل من سنين طويله، ولكن يبقى المنتخب البرازيلي ليه كلمته وبننتظر منه الاداء اللي كلنا عارفينه على البرازيل. اما المنتخب البلجيكي اللي يملك سكواد قوي، اي نعم بعض اللعيبه معدل الاعمار عندهم عالي، ولكن تبقى التشكيله البلجيكيه هي واحده من التشكيلات اللي بيبني عليها جمهور امال وطموحات كبيره انها توصل لابعد مدى في كاس العالم. ولكن اصطدم البلجيك بالفراعنه المصريين الاقوياء، والله العظيم الفراعنه لقنوا بلجيكا درس كالمعتاد، وبقول لك انا كالمعتاد مش غرور، لان المنتخب المصري سجل مواجهاته مع بلجيكا سجل محترم، 3 انتصارات للمنتخب المصري وتعادل. لكن والله مش عشان انا مصري، مصر فعلا قدمت درس كروي لبلجيكا على ارض الملعب، درس في الروح والانتماء، درس لرودي جارسيا من حسام حسن في التكتيك والفنيات، وازاي ان انا قاري مفاتيح لعبك وقادر ان انا اشتغل عليها، وفعلا اشتغلت عليها وقدرت ان انا اقفل لك كل منافذ الخطوره بتاعتك. مش كده وبس، ده انا قدرت ان انا اعمل عليك تحولات اذيتك فيها. فبالنسبه للجمهور حوالين العالم كله ما كانش هو ده المتوقع من المنتخب البلجيكي وسكواد المنتخب البلجيكي. في بقى منتخبات يا جماعه خذلتنا قوي، في منتخبات ظهرت بائسه شاحبه وما كانش متوقع خالص 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 بناء على كل المعطيات ان تكون دي الصوره النهائيه للمنتخب، او ان يكون ده الشكل اللي هم يبتدوا بيه، خصوصا ان في منهم مرشحين ان هم يتوجوا باللقب، واولهم وعلى راسهم المنتخب البرتغالي. البرتغال ظهرت يا جماعه وكاني رحت خدت 2 3 اصحابي ونزلنا على اي مدينه ما نعرفش فيها حد وجمعت لي 11 لعيب وقلت يلا ابتدي بيهم واروح بيهم كاس عالم. مجموعه لعيبه مش سالكين لنفسهم ولا سالكين لبعض، حاله من الحالات الغريبه اللي انا بشوفها بصراحه في كل المنتخبات اللي شفتها في حياتي. انا ما شفتش سكواد لعيبه زي لعيبه منتخب البرتغال يا جماعه. يعني تحس ان جواو نيفيز وفيتينيا اتنين مع بعض في جنب، وتحس ان برونو مع كانسيلو مع مش عارف مين في جنب، وتحس ان رونالدو وحيد. رونالدو يعامل معامله المنابيذ في منتخب البرتغال، حاجه غريبه وحاجه تقل من مكانه وقيمه الراجل ده، على العكس والنقيض اللي بيحصل لميسي مع منتخب الارجنتين، وحب اللعيبه ليه، واللعيبه بتلعب عشانه وعشان منتخب بلدها وبتضحي بنفسها وبالغالي وبالنفيس عشان ميسي يظهر وميسي يقود منتخب بلادهم لكاس العالم. حاسين بقيمه ميسي، وده على العكس تماما اللي بيحصل مع رونالدو. فالبرتغال ظهرت يمكن اكتر منتخب كانت معلقه عليه الامال من الجماهير حول العالم، وظهر البرتغال بشكل سيء جدا جدا جدا. يمكن اكتر المنتخبات اللي خيبت الامال في الجوله الاولى هو المنتخب البرتغالي. طبعا المانيا كده كده خارج التقييم لانها قابلت منتخب يمكن المنتخب الاضعف هو منتخب كوراساو وكسبت 7-1، وده طبعا الطبيعي جدا جدا يعني. لكن انا بشوف ان منتخب المانيا عنده سكواد محترم يقدر يوديه لنقطه بعيده جدا في البطوله. وفي المنتخب الهولندي اللي تعادل مع المنتخب الياباني 2-2، اللي ناس كتير جدا شايفه ان الموضوع مفاجاه، لكن بالنسبه لي وباداء المنتخب الياباني دايما قدام الفرق الاوروبيه في كاس العالم دايما بيبقى اداء اسطوري. فيمكن منتخب هولندا منتخب كبير، ولكن انا كنت متوقعها من اليابان. ونيجي بقى للاهم من منتخباتنا العربيه. منتخباتنا العربيه اللي احنا هنقسمها نصين، نص اتعادل والنص الثاني خيب الامال وخسر، ولك الحمد يا الله ما عندناش ولا منتخب عربي قدر ان هو يحقق الفوز. وان كان في بعض المنتخبات اللي كان ممكن انها تحقق الفوز، ولكن ضاع الفوز منها على جزئيات وتفاصيل بسيطه اتمنى انها تتعدل في الجولات اللي جايه. المنتخب المغربي طبعا اتعادل مع المنتخب البرازيلي، وبكل صراحه وبكل شفافيه وبكل مصداقيه، عشان بقى خلينا نتجرد من اي
اي نفسيات ومن اي حاجه حاليا، والمناوشات اللي بتدور بيننا وبين المغاربه حاليا على السوشيال ميديا. المنتخب المغربي كان العالم كله متوقع ان ممكن عادي جدا المغرب تكسب البرازيل، ممكن عادي جدا البرازيل تكسب المغرب، ممكن عادي جدا الاثنين يتعادلوا في ظل قوه المنتخب المغربي المصنف سابع على العالم. فانت ما بتتكلمش على لقمه سهله للبرازيل، خصوصا زي ما بقول لك ان البرازيل مش في اقوى حالاتها قياسا على اخر 20 سنه كوره. اما بقى لو عايز تاخد المفاجاه الصح فالمنتخب القطري، المنتخب القطري اللي عمل مفاجاه وفي اخر دقائق المباراه قدر ان هو يخطف نقطه التعادل امام المنتخب السويسري، منتخب كبير جدا ومنتخب سويسرا وليه تاريخ معروف. قدر خوخي بوعلام او الحكم يعتبرها انها اون جول يخطف نقطه ثمينه جدا، وهو الهدف الاول والنقطه الاسمن والاغلى في مشوار المنتخب القطري في تاريخه في كاس العالم. طيب نيجي لحبايبنا المصريين الفراعنه اللي مشرفينا في المحافل الدوليه. وسع كده يابا وهات لي الفرعون المصري اللي اتفرعن قدام البلجيكيين وقدر ان هو مش هقول يخطف نقطة، لأن أنا شايف إن المنتخب البلجيكي هو اللي فاز بالنقطة، وإن مصر كانت تستحق 3 نقط بصراحة بكل اللي قدمته في 90 دقيقة من تكتيك، من روح قتالية في أرض الملعب، على عكس خالص المنتخب البلجيكي اللي ما كانش في أفضل حالاته، واللي اتحجمت مفاتيح القوة عنده بقراية ممتازة من حسام حسن. المنتخب المصري كان في الميعاد، المنتخب المصري كان يستحق ال3 نقط لولا تفاصيل وجزئيات بسيطه لازم تتعالج، واتمنى انها تتعالج الماتشين الجايين، واشوف الفراعنه متصدرين للمجموعه باذنك يا رب لاول مره في تاريخها، باول فوز في تاريخ منتخب مصر في كاس العالم. ونيجي للتعادل الرابع وبنفس النتيجه 1-1. المنتخب السعودي بيتعادل مع الاوروجواي برضو 1-1 في مباراه بقى شهدت تالق سعودي خصوصا في الشوط الاول. وقفه كويسه جدا كانت في الشوط الاول، هجمات وتحولات كانت بتحصل بشكل ممتاز من الجانب السعودي، خصوصا الجنبين متعب الحربي وسعود عبد الحميد. المنتخب السعودي المتميز في الضربات الرأسية قدر ان هو يخطف جول عن طريق عبد الاله العمري في مرمى الاوروجواي. الشوط الثاني بقى عينك ما تشوف الا النور، يعني محمد العويس يا جماعه قدم واحده من افضل المباريات اللي ممكن تقدم في كاس العالم. الراجل ده شال كميه فرص وتسديدات من هنا ومن هنا وبالراس وبالرجل وفي ال6 ياردة وفي ال18 ومن فالفيردي. بصراحه شال وهو السبب الرئيسي في تعادل السعوديه وخروج السعوديه بنقطه ثمينه جدا قدام الاوروجواي قبل الماتش الثاني ليها في الجوله الثانيه في كاس العالم. المنتخب التونسي اللي خذلنا جدا يا جماعه، وخذلنا انا على المستوى الشخصي، اداء صعب جدا جدا جدا، اداء ضعيف جدا من المنتخب التونسي، ونسخه شاحبه من كتيبه المدرب صبري لاموشيه اللي بالمناسبه اقلوه مباشره بعد الخمسه اللي خدها المنتخب التونسي، اللي كان في قبلها 5 خدها من منتخب بلجيكا قبل كاس العالم. ولكن في قرار جريء وقرار انا بشوف ان هو يفرج العالم كله على المنتخب التونسي. يعني ما اعتقدش ان هيرفي رينار هيلحق يصلح حاجه في المنتخب التونسي، حاله صعبه جدا بيعيشها المشجعين واخواتنا التوانسه. اتمنى ان المنتخب التونسي يقدر يحسن المنظر والشكل في الماتش الجاي. نفس الشيء هزيمه للمنتخب العراقي من المنتخب النرويجي 4-1. ولكن المنتخب العراقي بقاله فتره كبيره جدا بعيد عن كاس العالم، ولكن المنتخب العراقي بيمر بظروف صعبه قبل كاس العالم وقدر ان هو يتحدى الصعاب دي، والاولاد في العراق قدروا ان هم يوصلوا كاس عالم ويفرحوا شعبهم. فقياسا على ذلك وقياسا ان العراق واقع في مجموعه صعبه جدا، يمكن اصعب مجموعه لمنتخب عربي، فيشكروا والله الاولاد على المجهود والاداء اللي قدموه، واتمنى الافضل والافضل في الماتشين اللي جايين باذن الله للعراق. المنتخب الجزائري محاربي الصحراء اللي خسروا 3-0 من المنتخب الارجنتيني. وهنا عايز اقف شويه، يمكن ليه المنتخب الجزائري خذلنا؟ لان احنا كنا مستنيين كتير من المنتخب الجزائري، لان المنتخب الجزائري بيضم عناصر على مستوى عالمي، مش بتكلم هنا على عناصر محليه الصنع او على عناصر ما لعبتش في محافل وفي دوريات اوروبيه عالميه، لا ده يمكن سكواد المنتخب الجزائري 3/4 بيلعب في اوروبا وفي انديه كويسه جدا بره الجزائر، فكان في الامكان افضل بكتير من مكان. وبصراحه كنت مستني من الجزائر مردود تاني خالص خالص خالص. النقطه الثانيه ان المنتخب الجزائري الحقيقه اتظلم لان كان في كوره بعد الجول الاول اللي سجله ميسي، طرد واضح وصريح على ميسي
تخيل لما ميسي اللي سجل الهاتريك في الجزائر كان اتطرد بعد الجول الاولاني، كان ايه هيبقى شكل اللقاء، وكان ايه هيبقى شكل النتيجه بتاعت اللقاء. اعتقد خروج ميسي مطرود في اللقطه بتاعت الستارز في رجل لعيب الجزائر كانت هتقلب الماتش رأسا على عقب، وما كانش الماتش خالص هينتهي بنفس النتيجة اللي انتهى عليها اللقاء 3-0. نشام الأردن، المنتخب الأردني برضو اللي خسر 3-1 من منتخب النمسا. سكواد الأردن ولاعيبة الأردن اللي موجودة دلوقتي يمكن ما لعبتش كأس عالم خالص، يمكن ما احتكتش بالشكل الكافي مع المنتخبات العالمية وخاصة الأوروبية، ولكن كان في الإمكان يا أردن أفضل بكتير من مكان. لأني ليه يا جماعه؟ انا بشوف ان عناصر المنتخب الاردني عناصر تستحق انها تكون في مكان افضل من كده، عندهم لعيبه وسكواد كويس يقدروا يبنوا عليه للي جاي، ولكن كنا منتظرين من الاردن انها تعمل نتائج ونتيجه في الماتش الاولاني احسن من كده بكتير. ان شاء الله يتداركوا الامر ونشوفهم احسن واحسن في الماتشين الجايين. طيب، وبعد نهايه الجوله الاولى للمنتخبات العربيه، لو جيت اقول لكم اختاروا لي افضل 11 لاعب في كل المنتخبات العربيه في الجوله الاولى، هتقولوا مين؟ اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات وانا هرد عليكم واقول لكم انا اخترت مين افضل 11 لاعب في المنتخبات العربيه الثمانيه اللي شاركت في الجوله الاولى من دور المجموعات في كاس العالم. في رايي انا وبناء على الجوله دي بس، ركز معايا عزيزي المشاهد، بناء على الجوله الاولى من كاس العالم وحط تحتها 30 خط، في حراسه المرمى بدون شك محمد العويس، ده مش افضل حارس مرمى في العرب بس، ده افضل حارس في الجوله بالنسبه لي. محمد العويس كان اسطوري وهو السبب الرئيسي زي ما قلت لحضرتك في النقطه اللي خدها المنتخب السعودي. فمحمد العويس هو الحارس الافضل ما بين كل الحراس العرب اللي شاركت في الجوله. يمكن نثني على اداء ياسين بونو، نثني جدا على اداء مصطفى شوبير، نثني جدا جدا على اداء ابو ندى حارس المنتخب القطري، ولكن الافضل، معلش سامحوني بدون اي عاطفه، انا هنا بجنب العاطفه وبقول اللي انا شايفه يا جماعه، هنا بقول اللي انا شايفه. محمد العويس هو الحارس الافضل ما بين العرب في الجوله الاولى في كاس العالم. هنلعب ب 4-3-3. الباك اليمين هو لاعب النادي الاهلي المصري محمد هاني، نجم لقاء مصر وبلجيكا اللي عمل ماتش محترم جدا على جيرمي دوكو الجناح الافضل في العالم، قفل عليه كل صغيره وكبيره وخلى الراجل يشت ويخرج من هدومه، ورودي جارسيا مدرب بلجيكا نقله من الشمال لليمين. محمد هاني قفلها ميه ونور، يستحق على الصعيد الدفاعي وعلى الشق الهجومي انه يكون الباك اليمين الافضل في العرب في الجوله الاولى في دور المجموعات في كاس العالم. الباك الشمال هو باك شمال المنتخب السعودي الظهير الطائر متعب الحربي اللي قدم لنا تحولات هجوميه انا اعجبت بيها قوي يا جماعه. الراجل ده عمل ماتش جامد قوي قدام الاوروجواي خصوصا في الشوط الاول، على الرغم ان كان في منافسه شرسه جدا في اختياري ما بينه وما بين نصير مزراوي نجم المنتخب المغربي، ولكن متعب الحربي كان افضل على كل الاصعده واستحق ان هو يكون الباك الشمال الافضل في التشكيله بتاعه الجوله الاولى. طيب، 2 سرد باكين من غير شك ولا مغمض. على اليمين عبد الاله العمري نجم نادي النصر السعودي ونجم المنتخب السعودي، وعلى الشمال حمدي فتحي نجم وصخره المنتخب المصري في ماتش بلجيكا. مش محتاج احكي لك ان عبد الاله العمري عمل ماتش تاريخي هجوميا، يعني تحس ان هو تقمص شخصيه سيرجيو راموس وهيدرز في ماتش اوروجواي، وحط كره بالرجل شالها حارس الاوروجواي تقريبا من 6 ياردة. انا عامل تكمله هجوميه في الكرات الثابته ممتازه اللي المنتخب السعودي قدر ان هو يترجمها لهدف مهم جدا للاخضر السعودي. وعلى المستوى الدفاعي كان صخره والله العظيم في قلب دفاع المنتخب السعودي. كذلك حمدي فتحي اللعيب الجوكر اللي تحطه نص الملعب هيلعب، تطرفه نص الملعب شمال، تلعبه 6، تلعبه سيرد باك، تلاقيه حمدي فتحي قدم نموذج غير متوقع بالمره من كل الجماهير المصريه ونسخه فريده من نوعها قدام بلجيكا. حمدي فتحي يستحق ان هو يكون في التشكيله الافضل لافضل 11 لاعب عربي في الجوله الاولى لكاس العالم 2026. 3 في نص الملعب بمثلث واضح وصريح، ارتكاز المثلث يمين وشمال. على اليمين نجم نادي الهلال السعودي محمد كنو لاعب المنتخب السعودي اللي قدم ملحمه في نص ملعب منتخب السعوديه قدام الاوروجواي. على شماله صغير السن لاعب نادي ليل الفرنسي، النجم الساطع بسرعه الصاروخ اللي بيتكلم عليه كل وكالات الانباء، صاحب ال 18 سنه نجم وسط المنتخب المغربي ايوب وعدي. الراجل ده يا جماعه لعيب غريب جدا، لا بجد لعيب غريب جدا. الراجل ده تحس ان هو بيلعب كره وهو متخدر، يعني تحس ان هو واخد حقنه بنج، حقنتين بنج
متخدر، بيلعب بأريحية، بيلعب ببرودة دم غريبة في نص الملعب، ويمكن هي دي سر قوته مع تحكمه الاسطوري طبعا في الكرة والدريبل والموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها له. لا 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 لا، جامد جامد يا جماعة، مشروع لعيب للتاريخ يا مغرب ايوب بوعدي. نيجي لراس المثلث ومفيش غيره، امه نجم المنتخب المصري امام عاشور اللي قدم ملحمه هنحكي ونتحكى بيها تاريخ طويل بينا المشجعين المصريين عن دور امام عاشور واللي قدمه في ماتش بلجيكا. عزيزي المشاهد، انا اخترت ثلاثي هجومي ناري. على اليمين محمد صلاح ابو مكه اللي قدم 75 دقيقه تدرس، وهو ده محمد صلاح اللي احنا عارفينه. اسيست لامام عاشور وسجل منه هدف في بلجيكا، وكان دوره في التحولات والاداء الدفاعي للمنتخب المصري لا يشق له غبار. محمد صلاح قدم مباراه عظيمه جدا مع المنتخب المصري، وان كان خرجه حسام حسن في قرار جريء جدا ما يطلعش من شخصيه غير شخصيه حسام حسن، ولكن محمد صلاح على كل التقييمات كان من احسن لاعبي منتخب مصر في اللقاء ده. ناحيه الشمال الجناح الهداف علي علوان نجم منتخب الاردني اللي سجل جول من الجوال يا جماعه اللي بتجيبها في البلاي ستيشن، تحس ان انت بتخش وبتعمل ار2 وبتحطها بتروح زي ما انت عايز. هو الراجل دخل كسر حط الكرة وداها زي ما هو عايز بشكل جميل جميل جميل، تحس انت بتلعب بلاي ستيشن. ومش اول ولا تاني ولا تالت مره بيعملها، بنشوف علي علوان مشهور دايما بالاهداف دي. واما في خط الهجوم فالمهاجم بتاعي هو مهاجم ولاعبنا العربي المغربي المنضم حديثا للبايرن ميونشن اسماعيل سيباري نجم المنتخب المغربي وصاحب هدف التقدم للمنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي. سيباري قدم ماتش رائع جدا قدام البرازيل، استحق ان هو يكون من افضل 11. فبالنسبه لي هم دول افضل 11 لاعب عربي في الجوله الاولى من دور المجموعات لكاس العالم 2026. عزيزي المشاهد اكتب لي دلوقتي ال11 الافضل بالنسبه لك. اتكلمنا بقى عن ال11 العرب الافضل في الجوله الاولى، تعال نتكلم بشكل عام. مين اللاعب الافضل يا جماعه في الجوله الاولى من كاس العالم؟ مفيش شك هو افضل هداف ب3 اهداف، وافضل لاعب الاسطوره الحيه ليو ميسي اللي قدم اداء اسطوري قدام المنتخب الجزائري. اي نعم كان زمانه دلوقتي من تعداد المطرودين، ولكن ميسي والحكم ابى ان هو يعمل كده ويحرمنا من متعه ميسي حتى في الماتش الجاي. وميسي هو على عرش اللعيبه الافضل في الجوله الاولى من كاس العالم. زي ما قلت قبل كده في رايي محمد العويس حارس المنتخب السعودي هو الحارس الافضل في الجوله الاولى من دور المجموعات في كاس العالم، وان كان في حراس كتير قدموا ماتشات عظيمه، ولكن محمد العويس كان افضلهم بدون شك بالنسبه لي. المنتخب الافضل في دور المجموعات في رايي كان المنتخب الفرنسي، ولما لا وهو كان في اختبار صعب جدا قدام بطل افريقيا المنتخب السنغالي، واللي ما كانش بالند السهل قدام منتخب فرنسا. وقدر المنتخب الفرنسي ان هو يكسب السنغال باداء عظيم، خاصه لمايكل اوليسيه وكيليان امبابي. فقياسا على اداء اللاعبين وقياسا على قوه الخصم، فرنسا بالنسبه لي كانت المنتخب الاقوى في الجوله الاولى من كاس العالم. طيب قلنا المنتخب الاقوى، المنتخب الاضعف بقى هو بالتاكيد منتخب كوراساو. كوراساو اللي خسر من المانيا 7-1 هو المنتخب الاضعف والمنتخب الاقل في تعداد السكان من بين المنتخبات المشاركه كلها في كاس العالم. واخيرا افضل لقاء في الجوله الاولى من كاس العالم، انا بشوف لقاء انجلترا وكرواتيا اللي انتهى 3-2 بشوفه هو اجمد لقاء، كان فيه خد وهات، ماتش كان ساخن جدا، بشوفه هو اللقاء الافضل، ويمكن مناصفة شوية مع ماتش هولندا واليابان اللي خلص 2-2، ولكن بالنسبة لي انجلترا وكرواتيا هو اللقاء الافضل في الجولة الاولى من كاس العالم. صديقي العزيز لو وصلت لحد هنا اشكرك شكرا جزيلا على المتابعة، وفضلا وليس امرا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابع معانا التغطية الجامدة اللي هتحصل على كاس العالم. مرة تانية اشكرك شكرا جزيلا، السلام عليكم.